انا خفيت. مساء الخير عليكم، واخباركم ايه؟ وحشتوني جدا والله العظيم. بالمناسبه في خبر مهم عايزه اقوله، الا وهو ان النضاره من غير عدسات. يا صديقي العزيز انت بتتكلم صح، يعني مش محتاج، هي باينه ان هي من غير عدسات، فانت مش محتاج تقول لي ان النضاره من غير عدسات. خلينا نخش في الفيديو على طول ونقول لكم ايه الاخبار الجديده بخصوص التذاكر، ولمحه بسيطه على ماتش امبارح. قلتها مره واثنين وثلاثه وهفضل اقولها طول عمري، لو ما ضغطتش على الحكم فالمباراة لو مش هتكون في صالحك فعلى الأقل مش هتكون ضدك. بمعنى إنه نهضة بركان إحنا شفنا امبارح من سبب ضغطهم على الحكم قال إنه ضربة جزاء، مع العلم ان هو ما كانش مقتنع بضربة الجزاء في الاول، ولكن من ضغط لعيبة نهضة بركان والفار استدعاه رايح واقتنع فعليا بضربة الجزاء. والله الله يسامح وسامح، احنا مش هنتكلم في الجزئية دي، على فكرة هي ستيل من حقهم برضو، بس انا بتكلم هنا عن ضغط لعيبة نهضة بركان ان هم عايزين حقهم، المطالبه بحقك. وده اللي قلناه مره واثنين وثلاثه، لو هتتساهل في حقك بدايه من اصغر لعيب حتى مجلس اداره نادي الزمالك، لو هتتساهل في حقك ما تستغربش ابدا لو كل العالم بقى ضدك، وما تجيش تعيط بعد كده ليه؟ ما انت اللي اتسهلت في الاول. يعني امبارح كلنا شفنا انه لاعب من نهضه بركان تعمد ضرب محمد شحاته بدون كره، ده ضرب بدون كره، كارت احمر. هل حصل ضغط من الجهاز الفني لنادي الزمالك؟ ما حصلش ضغط على الحكم، ما حصلش مطالبه بطرد اللاعب. اذا هيبه اللعيبه وشخصيه اللعيبه وشخصيه الجهاز الفني يتحكموا بشكل كبير في التساهل في الحق. انت بتتساهل في حقك بسبب شخصيتك الضعيفه، وده لازم ندرسه، وده لازم نراجع نفسنا فيه مره واثنين وثلاثه وعشرة. نيجي بقى للجزء الثاني والجزء الاصعب، الا وهو ايه بقى مشكله التذاكر اللي حصلت خلال اليومين اللي فاتوا دول. طيب بداية أنا زيكم كنت متخيلة إنه 75,000 تذكرة خلصوا خلال دقيقتين، يا ده كلام مش متوقع وأكيد في لعبة في الموضوع. سألنا واتقصنا وعرفنا من مصادر موثوق منها إيه الحكاية. استاد القاهرة لا يسع إلا حاجة و60,000. طيب لا يسع إلا حاجة و60,000، هنخصم منهم مدرجات الضيف وهنخصم منهم مدرجات فوق علشان خاطر إنه مفيش حاجة تتحدف عليهم. إذا من الحاجة و60,000 يتبقى لك عزيزي جمهور نادي الزمالك حاجة و50,000. حاجة و50,000 دول توتالي الجمهور نادي الزمالك؟ لا مش حقيقي، لانه الاتحاد الافريقي طالب تذاكر كتيره جدا جدا، فمن الحاجه 50,000 التذاكر بتاعت الاتحاد الافريقي تتخصم. اذا هيتبقى ايه؟ هيتبقى حاجات قليله، ما عرفناش العدد القليل اللي اتبقى قد ايه، ولكنه راح اجمالي لجماهير نادي الزمالك، وفعليا كان في ضغط وكلهم اتحجزوا لجماهير نادي الزمالك. طب ايه اللي حصل خلى قناه نادي الزمالك امبارح بعد الماتش مباشره يعلنوا، او تقريبا قبل لا بعد الماتش اعلنوا انه هيتم طرح عدد من التذاكر الاخرى، دفعه اخرى من تذكرتي خلال اليومين اللي هو امتى؟ النهارده وبكره. فانا عايزاكم مبدئيا الف ب تطبقوا النهارده وبكره على موقع تذكرتي. اللي عايز يلحق تذكره هتطرح يا النهارده يا بكره، بكتيرك يوم الخميس هتكون التذاكر مطروحه في اي وقت في اي ساعه، انا ما اعرفش. طيب بالترتيب كده، نهضة بركان عارفه كويس جدا انه في حاجه اسمها استاد الرعب، وان هم لما هيجوا القاهره مش هيقابلوا العدد اللي هو موجود في المغرب ده من جماهير نادي الزمالك، لان اللي سافروا عدد قليل جدا، ولكن بصراحه بنوجه لهم كل التحيه، شكرا ليكم جدا 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 من هنا لمليون سنه قدام. فقال لك انا اكيد يعني دول مسافرين ورا فريقهم، ودول عملوا كده وكانوا مولعين الاستاد مع رغم عددهم القليل ده. اذا لما هروح استاد الرعب، لما اسمع انه في حاجه اسمها استاد الرعب، لما اروح استاد الرعب اقابل مين هناك؟ فطبيعي ان هو بيقرا عن جماهير نادي الزمالك وبيشوف عن جماهير نادي الزمالك، وهو عارف ان الجماهير هي اللي هتجيب لفريقها البطوله. فقال لك ايه؟ قال لك الحق اضمن نفسي والحق امن نفسي هنا، فاخترع ضربه جزاء اعمل، واحنا ما شاء الله عندنا لعيبه كانت بتساعدهم في كل الاختراعات اللي هم عملوها، والحق احقق نتيجه تضمن لي الراحه النفسيه شويه، بحيث لما اروح هناك الدنيا تبقى هاديه، وجماهير حتى لو اثرت عليا ما يكونش بالتاثير بالشكل الكامل. ولكن يشاء القدر، الحمد لله يا رب عشان دعوات امهاتنا، انه في الشوط الثاني نادي الزمالك يحرز هدف، فيحصل خلل شويه في النتيجه، فيحصل زعزعه لنهضه بركان، وهو ده اللي المفروض بقى نشتغل عليه. اذا مجلس الاداره يعلم علما جيدا انه جماهير نادي الزمالك هي اللي تجيب له الفوز. فمجلس اداره نادي الزمالك النهارده في اجتماع علشان يدرسوا كل اللي بيحصل ده، وفي نفس الوقت علشان نشوف حل، او علشان يشوفوا حل لمساله دخول الجماهير.
فان شاء الله ان شاء الله باذن الله بعد ما الاجتماع ده يخلص يكون في نتيجه كويسه للحاجات الملفات اللي هم درسوها، وان شاء الله نحضر كلنا بالساعه الكامله لاستاد القاهره، حتى لو هنقف ومش هنقعد، بس حرفيا ده النهائي فما فيهاش كلام. لازم جماهير نادي الزمالك تكون حاضره كلها، واتمنى من مجلس اداره نادي الزمالك انه لو في الدعوات دي ما تتوجهش للاهل والاقارب والصحاب والناس اللي بتيجي حاطه برفيوم وحاطه رجل على رجل وقاعدين في الاستاد ما بيعملوش حاجه. الدعوات دي اولى بيها جمهور نادي الزمالك فقط، الجمهور اللي هيروح صوته هو اللي هيجيب لك البطوله. الماتش ده نهائي ما فيهوش هزار. اتمنى نغير الفكر شويه وما نروحش للاهل والاحباب وننسى الجماهير. الجماهير هي الاساس، والجماهير هي اللي هتجيب البطوله. يعني اتمنى نهتم بيهم شويه، ولو في دعوات حتى لو التذاكر اللي هتنزل النهارده او بكره ما كانتش بالعدد الكافي، لان طبعا جمهور نادي الزمالك جمهور كبير، نوجه لجمهور نادي الزمالك بعض الدعوات، وده مش عيب وده مش غلط. رساله لجمهور نادي الزمالك، والله العظيم انا عارفه ان انتم مختلفين تماما عن اي جمهور نادي اخر، مع احترامي لكل جماهير الفرق الاخرى، ولكني عارفه كويس قوي اخواتي بمعنى اصح تفكيرهم عامل ازاي. عارفه ان انتم بتفهموا فنيات، وعارفه ان انتم بتعترضوا على حاجات للمصلحه العامه، ولكن احنا في النهائي محدش في الدنيا ربنا خلقه هيلاقي انتقاد وهيأدي كويس. فمش طالبين منك غير ان انت تدعم اللعيبه وخلاص. هو فاضل ماتش واحد بس نعديه على خير، وانا عن نفسي هطلع اجيب لك المايك علشان تطلع تنتقد اللعيبه وصوتك يوصل بسرعه. فبعد اذن حضرتك ادعم لعيبتك. نهضه بركان حاليا مركزه كويس جدا 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 مع نادي الزمالك، وبتتفرج وبتشوف عشان عايزه تعرف ايه اللي هيقابلها في القاهره لما تيجي. قلقهم منك كل ده هيلعب على نفسيتهم. اذا لما هيجي هنا هيبقى واقع نفسيا، فمش هيعرف يأدي بالاداء كويس. هناك كان كويس عشان خاطر بيلعب في وسط بلده، لكن لما يجي هنا هيلعب في وسطك انت في بلدك انت. قلقوا منك، قلقوا من لعيبتك. ما تقعدش تحسسوا ان لا ده لعيبه واقعه، لا ده لعيبه مش عارف ايه، لا ده احنا مش عارف. الكلام ده كله هيضرك اكتر ما يفيدك. اذا العامل الكبير في المكسب ده هو عليك، على الجمهور في صوتهم في الاستاد. ما نبقاش بنهتف بس علشان خاطر احنا بنحب الزمالك واحنا ورا الزمالك. كل ده كلام جميل، ولكنه في النهائي مش محتاجينه قد ما محتاجينك تضغط، قد ما محتاجينك تضغط على اللعيبه، قد ما محتاجينك تضغط على الحكم، قد ما محتاجينك تفكر اللعيبه ان دي البطوله احنا عايزينها ما فيهاش كلام، قد ما محتاجينك تضغط على الفريق الاخر بشكل او باخر. ولكن نلتزم الاحترام ونلتزم القوانين ولا نتخطاها. احنا مش زي حد، عشان بس ايه افكركم بالنقطه دي. دور السوشيال ميديا ان هي تلعب على دعم اللعيبه وتلعب على وعي الجمهور، انه لازم كلنا نحسس نهضه بركان انت هتيجي هتلاقي استاد الرعب. اشوفكم في الفيديو الجاي.